دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هؤلاء شر محض، يعني لم يقتصروا على فساد أنفسهم بل دعوا غيرهم، كما قال تعالى: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. دعاة على أبواب جهنم، تعال تعال، هنا هنا هنا. من أجابهم قذفوه فيها ولم يرحموه. وهذا يشمل كل من دعا إلى ضلالة وبدعة حسب ما عنده من البدعة، ويشمل كل من دعا إلى فتنة كالخروج على الأئمة وتعليب الناس على ذلك وما أشبهه. ولم تتضرر الأمة الإسلامية إلا بهذا، إلا بالبدعة والخروج على الأئمة. بدعة الرافضة أفسدت جانبا كبيرا من الأمة، وبدعة الخوارج كذلك. ثم تطورت البدع كما هو معروف عند أهل هذا الشأن. فهؤلاء دعاة إلى أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. ولكنه لا يعني أن كل داع من هؤلاء يكون كافرا أو داعيا إلى كفر، بل بحسب ما دعا إليه. قد يكون ما دعا إليه صغيرا، وقد يكون كبيرا عظيما.